وزي ما وعدتكم ان احنا مكملين في وصفات التوفير النهارده، زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله عملنا اكله سهله بسيطه بجد جميله جدا، ومكوناتها موفره واقتصاديه بنسبة 90%. زي ما انتم شايفين كده عملنا صينية بطاطس وحطينا فيها أجنحة. جبت أول عندي حاجة بصلاية كده ونص قرن فلفل من اللي هو الفلفل الألوان دول، فرمتهم كده فرم ناعم وحطيت عليهم معلقتين زبادي، وبعد كده حطيت عليهم معلقتين صويا صوص ومعلقتين دبس رمان، وهنخلطهم مع بعض كده. وبعد كده حطيت شوية زيت، يعني بتاع معلقتين أو 3، ومعلقة توم صغيرة مفرومة. بعد كده حطيت بقى فلفل اسود وسبع بهارات وتوم باودر وبصل باودر، وحطيت بهارات فراخ. وبعد كده هحط عندي اللي هي مرقة الدجاج البودر اللي هي بتتباع جاهزة دي، حطيت منها معلقة صغيرة. وبعد كده هندمج بقى كل ده مع بعضه كده ونقلبهم بقى مع بعض، وعصرة ليمونة. وجبت عندي فضلة خير ربنا هنا يعني كيلو أجنحة أو زيادة شوية، يعني كيلو وربع مثلا. غسلتهم كويس جدا وحطيتهم في شوية مية بسكر محلول نقع يعني، وشوية ملح، وعصرت عليهم ليمونة وسبتهم منقوعين شوية. وبعد كده غسلتهم تاني كويس وحطيتهم بقى حطيت عليهم التتبيلة بتاعتنا دي، وهندمجها ونسيبها في التتبيلة ديت مش أقل من ساعة ساعتين. كل ما تحطيها في التتبيلة وقت أطول كل ما بيبقى طعمها مميز، وبتبقى شاربة من التتبيلة دي أحسن. جبت هنا عندي بقى خضار، جبت هنا كوساية وجزراية، وجبت كام بطاطساية وقطعتهم حلقات زي ما انتم شايفين كده. وجبت عندي فلفل، نص قرن فلفل الوان اللي هو احمر، وجبت فلفل عادي بلدي من اللي هو بتاعنا اللي كان اخضر كوبي او الطويل اللي هو الاصفر ده. قطعتهم كل دول مع بعض كده، ما حطيتش بقى بصل. لو انت عايزه تحطي بصل براحتك، لكن انا حابه النهارده الوصفه تكون خفيفه كده. بعد ما نقطع كل الكلام ده هجيب بقى بقية التتبيلة لاني ما حطيتهاش كلها. حطيت عليها حتة تومة تاني، وحطيت عليها معلقة صلصة صغيرة من بتاعة الشاي، وشوية ملح وشوية زيت، ودمجتهم كده تاني مع بعض. وبعد كده جبت البايركس بتاعي، حطيت فيه كل الخضار ده ونزلت عليهم بقية التتبيلة، وهندمجهم بقى مع بعض في قلب التتبيلة دي وندعكهم كده نوزع التتبيلة كلها على الخضار ده. بعد كده بقى هرص البطاطس في الأحرف بتاعة البايركس، والبقية الخضار هسيبه في المنتصف، علشان أنا ولادي مش بيحبوا الخضار يعني في الخضار ده كله إلا البطاطس. فأنا عملت بقية الخضار ده لأني يعني بحب الكوسة وبحب الجزر. حطيت بقى الأجنحة بتاعتي بعد ما كان فات ساعتين كده في المنتصف كده في قلب البايركس، تمام. وبعد كده هقوم جايبة بقى ورقة فويل، وأقوم مغطية كل ده ومدخلاها الفرن، وحطيت بقى بقية التتبيلة مش هنرميها، موزعها بقى على الوش كده، واقوم مغطيها بورقة فويل ومدخلاها الفرن. هسيبها بقى لحد ما تستوي مع نفسها. هي طبعا هتنزل مع نفسها منها المية وتشربها لحد ما تستوي الأجنحة بتاعتنا والبطاطس والخضار كله. بألف هنا وشفا. جبت هنا بقى كوبايتين رز. هنعمل رز ايه؟ رز معمر او يعني، بس مش هنعمله في الطاسة، اسفة، مش هنعمله في الصينية، هنعمله في الحلة، على الحلة كده من غير ما نديله وش في قلب الفرن. حطيت هنا بقى كوباية لبن وكوباية مية، وحطيت رشة ملح ورشة سكر، وقلبت كده وغطيته لحد ما يتشرب. بعد ما اتشرب حطيت له معلقة كبيرة من السمنة البلدي، ودمجته كده وقلبته علشان بقى السمنة بتاعتنا تاخد من طعم الرز، ياخد من طعم السمنة. وهدي عليه النار لحد ما يستوي. الطريقة دي سهلة وبسيطة من غير ما نديله بقى وش في الفرن كده، بيتعمل بطريقة أسرع وأبسط يعني. هنا بقى بصوا، لما بقى عملناه وحطينا له اللبن بيبقى متحرمش بقى، وبيبقى واخد اللون اللي هو بالظبط بتاع الرز المعمر لما بنعمله في الصينية، بس بيكون من الكوع. بنحبه بالطريقة ديت جدا. بألف هنا وشفا أنا والولاد. هنا بقى كان استوى، طفيت عليه وطلعت البطاطس بتاعتنا بعد ما كانت استوت، دخلتها تحت الشواية، خدت لون زي ما انتم شايفين كده شكلها ولونها بسم الله ما شاء الله جميلة تحفة. وادي الأكلة التانية من الأكلات الموفرة اللي ممكن توفر معاكي في الميزانية. وعشان زي ما احنا قلنا قبل كده داخلين على رمضان وداخلين على الترم التاني بتاع المدارس. بصوا بقى السوا بتاع البطاطس تحفة جميلة جدا، والرز بتاعنا بسم الله ما شاء الله مفلفل وجميل. وبصوا تسوية الأجنحة بتاعتنا خدت معايا ساعة إلا ربع، وكانت بسم الله ما شاء الله لأن احنا بنحبها مستوية زيادة.
زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله. هوريكم جناح تاني والخضار بتاعي ده يدوب كده بألف هنا وشفا. طريقته سهلة وبسيطة، ويا رب ان شاء الله الوصفة بتاعتنا النهاردة تعجبكم وتنور رضاكم. متنسوش بالله عليكم اللايك، ومتنسوش الشير والاشتراك في القناة لو على اليوتيوب، والمتابعة للصفحة لو على الفيسبوك. ويا رب الوصفة تعجبكم. بصوا الرز مفلفل وجميل ازاي، تحفة بألف هنا وشفا. مع ألف سلامة.